المدرب اللي بيدربني في الاسكواش تقريبا عنده 21 سنة. لما جيت اشوف عمره لقيت ان المفروض ان هو دلوقتي يبقى مرحلة لاعب مش مرحلة مدرب. فبسأله ايه اللي خلاك ان انت تبطل اللعب الاحترافي والدخول في البطولات واتجهت للتدريب؟ ببساطة جدا كتر الاصابات. عنده اصابة في ايده وعنده اصابة في ركبته، وده نتيجة التدريب بشكل قوي جدا في اللعبة. فبالتالي الاصابات دي معروفة للعيبة السكواش ان هي بتيجي بكل سهولة. فده ببساطة اللي ادى الى ان هو اتحرق بدري. لما الاصابات زادت واتحرق بدري ببساطة ما بقاش قادر يكمل ويوصل ان هو ياخد بطولات ويشتغل على البطولات. وده اللي بيحصل معانا في البيزنس. اوعى تتبسط بالنمو السريع اللي بيحصل في البيزنس. النمو قبل ما يكون الهدف منه ان هو يكون سريع، الهدف منه ان هو يكون على ارض ثابته. كل لما وصلت للثبات في النمو كل لما قدرت ان انت ما تبقاش خايف ان النمو او السجاده دي تتسحب من تحت رجليك. كل لما تقدر تتقن وتشوف النمو حتى لو كان بطيء كل لما قدرت تحافظ على استمراريه نمو البيزنس والشركه الخاصه بيك اطول فتره ممكن. فالحرق في البيزنس هو اسرع طريق ان انت تقفل شركتك. لو عايز تقفل شركتك بسرعه احرق بسرعه. ناس كتير فتحت بيزنس ونجحت نجاح كبير جدا في وقت قصير قوي، لكن النجاح ده ما قدرش ان هو يستمر. الفكره انك تشوف النجاح وتشوف ازاي تثبت وتثبت رجلك على الارض بقوة، واستمرارية النمو هتيجي لكن ببساطة انت محتاج تتحرك بخطوات ثابتة. ده ببساطة اللي هيوصل شركتك لنمو مختلف تقدر ان هو يستمر سنين وسنين.